بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اخواتي وحبايبي وبناتي، فيديو جديد وروتين يا رب يعجبكم النهارده. تعالوا يا حبايبي نعمل ايه؟ البيتزاية الجميلة القمر دي. مكونات عندك موجودة في البيت، مش هنشتري حاجة من بره. ماشي، تعالوا نشوف المكونات بتاعتنا هنعمل ايه وايه عشان تطلع الحلوة الجميلة القمر دي. طيب، معانا كوبايتين دي يا حبايبي. معلقتين زيت. هنقول مكونات الجافة الأول: كوبايتين دقيق، معلقة ملح صغيرة، معلقتين سكر، معلقتين خميرة صغيرين برضو. معانا حبايبي معلقتين زيت، معانا معلقتين بيكنج بتاع ده لبن بودر. هيخلوا العجينة يعني يخلوها جميلة جدا، هيهشوا العجينة كده وتبقى ايه، هشة كده وخفيفة وحلو. ما تبقاش جامدة كده وانت بتقطعي البيتزا تحسي ان معضمة منك كده وناشفة. ماشي يا حبايبي. معانا معلقة خل كبيرة، ومعانا بيضة. وده يا حبايبي المكونات الموجودة اللي عندك في البيت. هنقلب المكونات الجافة ديت بالمكونات السائلة، وهنعجنها عجنة حلوة. احنا بنعمل بالمعلقة الوقت كده، بنجمعها بالمعلقة، بعد كده تعجنها بإيدك بقى. هتاخد منك برضو ايه، يعني ايه، حوالي ما فيش معلقتين 3 مية كده، مش هتاخد كتير والله بإذن الله. يعني ربع، حوالي ربع، قولي ربع معلقة، قولي ربع كوباية مية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهنبتدي نعجنها برضو عشان تبقى عجينه ناعمه حلوه في ايدنا كده. لا هي جامده يابسه ولا هي ايه طريه. هي تحس ان هي طريه في ايدك، بس طبعا لما تعجنها هتشد تاني في ايدك، وتبقى احنا عايزينها ايه، طريه حلوه كده، بس ما بتكونش ايه، بتلزق خفيف كده، ما تكونش ناشفه جاف، عشان خاطر ما تفردها كده في الصينيه تبقى حلو. معانا يا حبايبي بقى ايه، بصله. هنعصج عندنا قطعه لحمه هي مفرومه. هنعصجها عشان هنعملها النهارده ايه، بلحمه مفرومه. تعملها بقى بالطبق اللي انت هتحطيه فوقها، لحمه مفرومه، جمبري. تعملها مثلا بخضار، فلفل رومي وفلفل الوان وحاجات زي كده، وزيتون وحاجات اللي انت تعجبك، ايه تعملي التوبنج بتاعها ده. مش بلزمك ان انت تعمل حاجه معينه. حطوا لنا يا حبايبي لايك جميل كده للفيديو ده، وكومنت حلو يشجعنا كده، وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم باذن الله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طب العجينه يا حبايبي هنسيبها تخمر. شوف لما حد ما تخمر، لان فيها خمير، سيبها براحتها وغطيها بكيس بلاستيك. وبعد كده يا حبايبي ايه، ادهني الصينيه زيت بسيط كده، وبططوها بقى في قلب الصينيه، افرديها. وبعد ما تفرديها تخرمها بالشوكه عشان خاطر ما احناش عايزينها تقب. ماشي. بعد كده بقى عارفين طبعا الصلصه بتتعمل ازاي. يعني حوالي 3 اقراص طماطم كده، وفصان توم، ونص معلقه ملح، ونص معلقه سكر، وفلفل وكمون وكزبره جافه ناشفه. وبعد كده ايه، تسبيك التسبيكه دي حلوه، مش عايزين فيها ميه، احنا عايزينها ايه، ناشفه. هتغطي وش العجينه البيتزا، تغطيها بعد ما فردتيها. وبعد كده تنزلي بقى باللحمه المفرومه، الفلفل الرومي، الزيتون، الطماطم اهوت. وبعد كده نحط فوقها جبنه موزاريلا بقى وجبنه رومي، خليط مع بعضه كده. هتطلع جميلة جدا بإذن الله. موجودة عندك في البيت المكونات دي، مش هتشتري حاجة. ولا ده انت عارفة تشتريها دلوقتي تخش في 300 جنيه والله البيتزا دي، لما تيجي تشتريها. الحاجات دي غلط يا حبايب، ليه نشتريها من بره واحنا نعرف نعمل؟ وان ما عرفناش نعملها برضو كل حاجة لازم احنا، الحاجات دي مش عن تجارب، مش لازم ان انت تعمليها مرة واحدة كده تطلعي تعمليها، لا. اتعلمي مرة في مرة، اتعلمي في مع كوبايتين دقيق، ما هوش يعني حاجة. واعملي بيتزاي. ايه رأيكم في الفيديو الجميل ده بقى يا حبايبي؟ حطوا لنا كومنت حلو يا حبايبي كده، والله الجميل للفيديو ده. وقطعناها حلو، لازم تقطعها وهي ايه، قبل ما تدخلها الفرن، عشان خاطر تعرفي تقطعها بعد كده. يا رب الفيديو يعجبكم يا حبايبي.